السلام عليكم. بداية المتعة الماما أفريكا. البطولة الأقرب لقلوبنا في أفريقيا رجعت من تاني في نسختها ال35 ولأول مرة من عام 1988 هتقام في المغرب. هل ده فال حلو على المغاربة علشان يستطيعوا ان هم يحققوا النجمة التانية، ولا للمنتخبات الأخرى وخصوصا الفراعنة رأي آخر؟ نسخة المرة دي غير أي نسخة، بتتكلم على ملاعب عالمية، تنظيم أوروبي، بلد المفروض هتستضيف كأس العالم، ده غير منتخبات حرفيا داخله تنتقم. الكل بيدور على اللقب وكله عايز يبقى البطل. هل اسود اطلس هتحقق النجمه الثانيه ولا للفراعنه ليهم راي اخر؟ وهل اسود التيرانجا السنغال كان جيل ذهبي وانتهى وهنشوف مفاجاه في سقوط مدوي للكبار؟ ده ناهيك بقى عن تونس والجزائر ونيجيريا، كوت ديفوار حامل لقب وغيرهم من منتخبات تانية داخله عايزه تحقق اللقب. في حلقة النهاردة هنتوقع السيناريو الكامل من أول دور المجموعات لحد ما نرفع الكاس، وهنا هتكون المفاجأة. يلا بينا نخش على التفاصيل، بس قبل ما نبدأ لايك بتاع كلمتين، الاشتراك بتاعك وتفعل زر الجرس. عايزين نوصل 10,000 أخ وأخت في بطولة أفريقيا بإذن الله. يلا بينا نبدأ. 24 منتخب كلهم عايزين يبقوا البطل، ولكن واحد بس اللي هيبقى البطل. وطبعا النظام كلنا عارفينه، اول وتاني كل مجموعه زائد 4 توالت او افضل 4 توالت هم اللي هيصعدوا. فتعالى كده ورقه وقلم معايا واقول لك حسب السيناريوهات وحسب اعدادات كل فريق وحسب كواليتي كل فريق نقدر نتوقع مع بعض انا وانت يا اخويا العزيز مين هم اول وتاني المجموعات ومين الاربع منتخبات اللي هيطلعوا كتالت مجموعتهم. وهسيب لك انت كمان تقول لي توقعاتك في الكومنتات، وصاحب التوقع الصحيح ليه مني مفاجأة آخر البطولة وجايزة ليه شخصيا. لو كنت طبعا من مصر، كنت بقى من بلد تانية غير مصر فسامحني مش هقدر ابعتها لك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. المجموعة الأولى اللي بتضم المغرب ومالي وزامبيا وجزر القمر، اللي اقدر اقول لك اللي فيها صاحب الأرض أول المتأهلين. صاحب الأرض هو منتخب المغرب طبعا بلا شك، أول المتأهلين عن مجموعته. انت بتتكلم في لعيبه حرفيا كل واحد فيهم يقدر يشيل فرقه كامله، من اول حارس المرمى ياسين بونو لحد ابراهيم دياز لاعب ريال مدريد. وطبعا المغرب هتفتقد لخدمات المقاتل اشرف حكيمي اللي بيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يجهزوه قبل البطوله، ولكن من وجهه نظري يا سيدي الفاضل ان اشرف حكيمي مش هيكون ليه دور في البطوله دي، ولو ليه دور في البطوله متهيألي مش هيكون في دور المجموعات، علشان يفتقد وليد الركراكي واحد من افضل اللعيبه في العالم في الوقت الحالي. اشرف حكيمي جزء كبير جدا من خطه الركراكي كانت بتتبني على وجود اشرف حكيمي في المنظومه بتاعته. فطبعا عند افتقاد خدمات اشرف حكيمي يصبح المغرب في ازمه، ولكن انت بتتكلم دلوقتي ان البطولة على ارضهم، فيعني مش عايز اقول لك. بخلاف كمان ان المغرب في وضع لا يحسد عليه. المغرب من كاس العالم 2022 وهي بتعيش حرفيا فترة نقاهة وفترة نضج وفترة تطور كروي ما عاشتهوش قبل كده خالص. فلو ما انتهزتش الفرصة دي ان هي تحقق اللقب الثاني ليها في تاريخها كاس الامم الافريقيه، متهيألي هتقعد شويه حلوين عمال ما تاخدها، لان مش كل البطوله هتيجي عندك. فانت بتتكلم دلوقتي اللي انت هتلعب على ارضك في وسط جمهورك، بتتكلم في منتخب قوي قدر يكسب رابع كاس عالم. من كتر الضغوط اللي على وليد الركراكي يعني خايف يكون هو ده سبب خسارتهم للبطوله. ازاي؟ هوضح. المغرب يا صديقي العزيز منتخب قوي وكل حاجه، ولكن ممكن الضغوطات اللي بيسببها لهم الجمهور بتاعهم والضغط الكبير على وليد الركراكي والمنتخب بعد حصول المنتخب الثاني على بطولة العرب، بعد حصول منتخب الأولمبي على ميدالية أولمبية، بعد حصول المنتخب تحت 20 سنة على كاس العالم في تشيلي، كاس العالم تحت 17 سنة قدروا ان هم يوصلوا سيمي فاينل. فده كله بيشكل ضغط على وليد الركراكي وعلى اللعيبة بتاعت منتخب المغرب، مطالبين ان هم يحصلوا
على البطوله. شايف ان دي ممكن ما تبقاش في صالحهم، ولكن لو لعبوا لعبهم اجارك الله وانا وانت عارفين. ويجي في المركز الثاني اللي هيصعد من المجموعه منتخب مالي. غالبا ما بيكون ان منتخب مالي هو الحصان الاسود بتاع البطوله، منتخب رخم كرويا، اكتر منتخب لعب عدد مباريات في البطوله منذ انشائها ولم يحقق اللقب مره واحده. لعب 55 مباراه في البطوله ولم يحقق البطوله قط. فيش مره قدر ان هو يحقق البطوله ولا حتى وصيف. اكتر حاجه كان وصل لها منتخب مالي في تاريخ مشواره في البطوله كان نص النهائي، ولكن لم يحالف الحظ ان هو يوصل نهائي كونه بطل او وصيف حتى. فبشوف ان منتخب مالي من المنتخبات الرخمه اللي بتقدر ان هي تحرج كبار افريقيا ان لم يكن واحد منهم اصلا منتخب مالي. ولكن الحظ دايما بيعاند مالي في تكمله المشوار، وطبعا كونها بتصطدم بعد كده بمنتخبات اكثر خبره ولاعيبتها اكثر خبره وممارسه في المباريات اللي زي دي والبطولات اللي زي دي، فبيبقى حظ مالي سيء. ولكن اقدر اقول لك ان مالي هتحرج فرق كبيره موجوده في البطوله وهتصعد تاني مجموعتها. وهنا السؤال، هل مالي عندها امل ان هي تحصد البطوله ولا زي كل مره؟ اكتب لي في الكومنتات. في المركز الثالث هيكون موجود منتخب جزر القمر، منتخب يجبرك انك تحترمه على التطوير اللي هو بيعمله. فرقه ممكن تحرج الكبار هي كمان، بس ما اقدرش ان انا اقول لك ان هي ممكن تسد قوي قدام مالي او المغرب، ولكن هتكتفي بفوزها على زامبيا علشان خاطر تتاهل ثالث، وطبعا زامبيا هتبقى في المركز الرابع فمش هتتاهل معانا. المجموعه الثانيه مجموعتنا مصر، جنوب افريقيا، انجولا، زيمبابوي. بص هقول لك على حاجه، مهما كان مستوانا الفني عامل ازاي ولكن ستظل هناك علامه استفهام كبيره قد كده اهو علينا. منتخب مصر عامل زي النادي الاهلي في افريقيا، معلش يعني كوني اهلاوي يعني، اللي هو صاحب الرقم القياسي لبطوله افريقيا 7 بطولات، وحتى الان منذ 2010 اخر بطوله قدر يحققها المنتخب المصري مفيش منتخب قدر ان هو يقرب من الرقم ده غير منتخب واحد فقط، الكاميرون ب5 بطولات. وليه بشبهه بالاهلي في البطوله دي؟ لان الاهلي ممكن يعمل دور مجموعات سيء يخليك يقول لك الاهلي اصلا ممكن يروح من دور المجموعات، ولكن في الاخر بتلاقيه رافع الكاس. هو ده برضه حال منتخبنا الوطني. ما اقدرش اقول لك ان منتخبنا الوطني هينزل ياكل ال3 فرق اللي معانا في المجموعه ويصعد اول بالعلامه الكامله، ولكن اللي اقدر اقوله لك ان منتخبنا هيصعد اول بفوزين وتعادل، لان احنا اصلا لما بنكسب ال3 مباريات بنيجي نروح من دور ال16. ده على مدار التاريخ يعني ما بيبقاش في صالحنا دايما ان احنا بنصعد اول بالعلامه الكامله او بنصعد من مجموعتنا بالعلامه الكامله، ما بتبقاش في صالح المنتخب الوطني. فاقدر اقول لك ان احنا هنكسب باذن الله زيمبابوي في المباراه الافتتاحيه بتاعه المنتخب الوطني، هنقدر ان احنا نتعادل ونجاري جنوب افريقيا كده في المباراه لجنوب افريقيا، طبعا فرقه يعني من المنتخبات الكبيره جدا في افريقيا يعني. زائد ان احنا باذن الله نقدر نفوز على انجولا نصعد اول ومعانا 7 نقاط وان شاء الله خير. بخلاف الحاله النفسيه اللي فيها اللعيب، عندك محمد صلاح في مشاكل في ليفربول كلنا عارفينها، وكان بيقعد دكه. عمر مرموش من بعد الاصابه ما شمش الملعب تقريبا غير في اخر 5 دقائق من كل مباراه. فاللعيبه دي كلها جايه وجواها غل كروي، عايزين يثبتوا لانديتهم والمديرين الفنيين بتوعهم ان احنا هنا اهو، احنا موجودين، احنا اللي هنجيب البطوله مع منتخب مصر علشان احنا فعلا نجوم ونستحق نكون متواجدين في الملعب. وده كان تصريح عمر مرموش اللي قال باذن الله احنا جايين هناخد البطوله، وباذن الله هو خانوا التصريح بقى وخانوا التعبير يعني، ولكن من حبه يعني البلد، وباذن الله ان احنا بعد ما نخلص بطوله افريقيا هنروح ناخد كاس العالم. تمام يا عمر؟ فانا هنا بقول لك شايف ان اللي هيخلي مصر تصعد وتقدم بطوله مشرفه كبيره، وبالمناسبه في يعني توقع لذيذ كده بالنسبه للي هياخد البطوله، وركز معايا بس لسه بدري. فاقدر اقول لك ان اللي هيجيب البطوله السنه دي باذن الله لمنتخب مصر هو شغف اللعيبه والتحدي القوي جدا اللي ما بين حسام حسن وما بين الاداره وما بين اللعيبه. كابتن حسام حسن واخد اللعيبه وحرفيا مش رايحين يهزروا، ويا رب يا رب يا رب يا رب يطلع كلامي صح. المنتخب الوطني بيلعب تحت ضغط، ممكن تشوف منه اداء ما شفتوش منه طول حياته. كل لاعب عايز يثبت نفسه، كابتن حسام حسن عايز يثبت نفسه عند المصريين، لان زي ما بقول لك مهما كان مستوانا الفني فاحنا علينا علامه استفهام.
خصوصا كمان ان بشوف ان التحضير بتاعنا للبطوله ما كانش احسن حاجه. اخر مباراه احنا لعبنا مباراه واحده قدام نيجيريا، وحتى يعني كان الدعم الجماهيري للمباراه، في ناس كانت في بيوتها ما تعرفش ان المنتخب بيلعب مع نيجيريا المباراه اللي هي المفروض استعدادا كاس افريقيا او بطوله افريقيا. فانت بتتكلم هنا في يعني في دعبكه وفي لعبكه كده ما بين كابتن حسام حسن وما بين اتحاد الكوره، ولكن باذن الله لاعبتنا رجاله، مدير فني على اعلى مستوى، واثقين فيه وفي ظهره، وباذن الله منتخبنا يقدر ان هو يحقق البطوله الثامنه. يبقى انت بتتكلم في صعود المنتخب الوطني المصري كاول مجموعه. في المركز الثاني هيجي منتخب جنوب افريقيا. بشوفه منتخب ممكن يكون بحالات، هو كمان عادي ممكن تلاقيه موسم او سيزون في بطوله مثلا واكل الاخضر واليابس، وممكن في سيزون تاني تلاقيه اصلا ما صعدش من دور المجموعات، فاهم حاجه؟ ولكن في البطوله دي بشوف ان جنوب افريقيا هيصعد تاني علشان يجي في المركز الثالث انجولا بتلعب كوره كويسه، ولكن رغبه وجد واجتهاد وتعب ولاعيبه بقى على اعلى مستوى، لعيبه عالميه، ليفربول ومانشستر سيتي ومش عارف ايه ده في مصر، ده مش في انجولا عندها شيكو بانزا في الزمالك، فاهم حاجه؟ فبشوف ان انجولا عندها يعني احتمال كبير جدا ان هي تصعد كافضل ثالث. المجموعه الثالثه اللي بتضم نسور قرطاج، المنتخب التونسي، نيجيريا واوغندا وتنزانيا. بص هقول لك على حاجه، منتخب تونس هات له البرازيل يكسبه، هات له فرنسا هيحك معاها وهيتعادل معاها، وبص ممكن يكسب عادي مفيش اي مشكله. هات له منتخب قوي هيسد قدامه زي ما انت عايز تقول، ولكن هو ممكن يجي قدام فريق كده يعني مش ولا بد ولا حاجه، او مش بنفس المستوى اللي عليه منتخب تونس، يوقفه على طول، يخصم منه، بص يضيع منه نقط. هو ده حال منتخب تونس. ولكن منتخب تونس منتخب قوي، منتخب تونس اكتر منتخب واحسن منتخب عمل فتره اعداد قبل البطوله. ازاي يا ديش؟ هقول لك. منتخب تونس اللي خد المنتخب الاول او لعيبه كتيره من المنتخب الاول وراحوا شاركوا في بطوله كاس العرب، ما كانش همهم بقى ناخد البطوله ما ناخدش البطوله، ما فيش اي مشكله. ولكن احنا بنعمل فتره اعداد، التحامات، ماتش هنا وماتش هنا وماتش هنا، وبطولات يعني تعتبر بطوله رسميه عشان نشوف بقى الفريق هيلعب ازاي. طب المفروض ان انت كنت في كاس العرب بتنافس على بطوله، بتنافس ان انت تحصل على الكاس، تمام؟ فان انت انا رايح كده هنافس على البطوله عادي، وهعمل فتره اعداد للمنتخب او لبعض من اللعيبه اللي مشاركين في المنتخب الاول علشان اشوف دنيتهم هتبقى عامله ازاي، واشوف ان اللعيبه دي متوفقه مع بعض ولا. انت تتكلم على فرجاني ساسي، علي معلول، محمد علي بن رمضان، اكتر من لاعب كان موجود مع تونس في كاس العرب هو اللي موجود مع تونس في كاس افريقيا. فبشوف ان تونس حظها حلو جدا ان هي تحصل مركز اول في مجموعتها وتتاهل لدور ال16، لان انا من وجهه نظري هم احسن منتخب حرفيا عملوا فتره اعداد. اما في المركز الثاني فيجي منتخب نيجيريا بالترسانه الهجوميه اللي معاهم، وعلى راسهم طبعا فيكتور اوسيمين، وما تنساش ان هم وصيف البطوله اللي فاتت، وهيقدموا واحده من احسن البطولات املا في الوصول للنهائي والحصول على اللقب اللي فشلوا فيه قدام كوتيفوار ان هم يحققوه البطوله اللي فاتت. وطبعا كمان ما تنساش ان منتخب نيجيريا بتبقى من المنتخبات المرشحه للبطوله او من الاسامي المرشحه للبطوله، زي ما قلت لك ان هم بيسعوا للحصول على اللقب بعد ما فشلوا فيه قدام كوت ديفوار الافيال في النسخه الماضيه. في المجموعه الرابعه بيجي اسود التيرانجا، السنغال، كونغو الديمقراطيه، بنين وبوتسوانا. طبعا يا صديقي انا مش عايز اقول لك يعني، وانت مش محتاج ان انا اقول لك مين اللي هيصعد. طبعا السنغال ارشحها ان هي تصعد مركز اول بغض النظر عن الاداء اللي مش ثابت، فبعد البطوله اللي حصلت عليها امام المنتخب الوطني قدرت ان هي تيجي البطوله اللي بعدها، خرجت تقريبا من دور المجموعات او من دور ال16 وما كملتش. كان الاداء مذبذب، كان الاداء ضعيف جدا، رغم ان هم عندهم اسامي تقيله. انت بتتكلم في ساديو ماني، بتتكلم في ديالو حارس المرمى، مندي، كوليبالي، بتتكلم في فرقه حرفيا فيها اسامي عملاقه، ولكن كان البطوله اللي فاتت مستواهم مش احسن حاجه. فانا زي ما بقول لك ان السنغال بسهوله جدا تقدر ان هي تتصدر مجموعتها، لان مجموعتها بشوفها من اضعف المجموعات اللي موجوده، وطبعا كل شيء وارد. وفي المركز الثاني هيكون موجود الكونغو الديمقراطيه بقياده دي صبر. اما المجموعه الخامسه اللي بتضم محاربو الصحراء، منتخب الجزائر وبوركينا فاسو، غينيا الاستوائيه، ومنتخب السودان. والله لو تسالنا عن رايي، انا نفسي السودان تعمل حاجه في البطوله دي بصراحه، مش عارف ليه، حاسس كده ان ده ممكن يعني يعود عليهم بالفرح، ولكن بتمنى ان السودان تعمل حاجه. وخليني اقول لك هنا عزيزي ان
الجزائر داخله للانتقام. الجزائر من بعد 2019 حرفيا اخر مره حققت فيها اللقب اللي كان موجود هنا على الاراضي بتاعتنا المصريه. حطها في الجول يا رياض. من بعد البطوله دي وتقدر تقول ان منتخب الجزائر بيعيش حاله من التفكك. منتخب مش ثابت، منتخب مش جامد، منتخب مش المرعب بتاع اللي انت كنت تقدر تخاف من اسمه، ولكن سيظل اسمه من الاسامي المرشحه للبطوله. ولكن هل الجزائر بنفس قوه الجزائر اللي كانت عليها مثلا في بطوله افريقيا 2019؟ الاجابه لا. وكل اخواتنا الجزائريين على راسي، ولكن هم عارفين القصه دي. برغم الاسامي الكبيره زي رياض محرز، بغداد بونجاح، اكتر من اسم موجود في قائمه منتخب الجزائر محاربو الصحراء حرفيا، ولكن بشوف ان هي هتقدر تعدي من دور المجموعات كمركز اول، وبعد كده هنشوف مصيرها ايه. ولكن الجزائر يعني مش، ولكن سيظل برضه منتخب مرشح بقوه للبطوله. في المركز الثاني بشوف ان بوركينا فاسو منتخب برضه رخم كرويا. انا عارف منتخب يعني يعني هرخم عليكم، لا مش عايز مني 3 نقط، انا هديك نقطه وبالعافيه. فاهم حاجه؟ منتخب رخم كرويا. بشوف ان هو هيقدر ان هو يصعد في المركز الثاني من مجموعته علشان يجي في المركز الثالث، افضل ثالث من المجموعه بتاعت الجزائر، وهي غينيا الاستوائيه. نخش بقى على اخر مجموعه، وهي المجموعه السادسه اللي بتضم بطل النسخه الماضيه الافيال كوت ديفوار، ومعاهم الكاميرون والجابون وموزمبيق. طبعا كلنا فاكرين كوت ديفوار خدت اللقب اللي فات ازاي من منتخب حاصل على مركز ثالث في مجموعته، ان القدر ينصفه ويقدر يصعد ان هو كاحسن ثالث او من ضمن افضل 4 توالت موجودين في البطوله، علشان خاطر في دور ال16 او في الادوار الاقصائيه يبدا منتخب كوت ديفوار في التحول، حرفيا تحول جذري في الاداء بتاعه حتى يصل الى النهائي ويتوج باللقب امام نيجيريا في مباراه يعني مش هنقدر كلنا ننساها، من احسن المباريات النهائيه اللي اتلعبت في افريقيا. كده كده البطوله كانت بتتلعب على ارضه يعني، فصاحب البلد يعني المستضيف. تمام. فاقدر اقول لك ان كوت ديفوار من ضمن الاسامي المرشحه للحصول على البطوله دي برضو. ولكن خلينا ناخدها واحده واحده. كوت ديفوار بحطها في المركز الاول انها تصعد مركز اول عن مجموعتها، وفي المركز الثاني ياتي منتخب الكاميرون. منتخب تحسه رخم، ولكن في السنوات الأخيرة دي لا، من بعد ما صامويل إيتو بقى هو رئيس الاتحاد الكاميروني وطلع جعجع في البطولة اللي كانت معمولة في الكاميرون والحكاية والرواية، وقدروا فيها أصلا إن هم يوصلوا النهائي بشوف إن الكاميرون المعدل بتاعها بدأ إن هو الكيرف بقى عامل كده. مش هي الكاميرون، ناهيك إن هي كمان ما قدرتش إن هي تتأهل لكأس العالم. صامويل إيتو عامل مشاكل حرفيا، بعيدا انه ما بعتش او ما رضاش ان ابو بكر مهاجم منتخب الكاميرون ان هو ينضم علشان خاطر ما يكسرش الرقم القياسي بتاع صامويل إيتو مع منتخب الكاميرون، الا ان كمان اقال المدير الفني للمنتخب. ولكن المدير الفني طلع في تصريحات وقال ما وصلنيش جواب الإقالة من اتحاد الكورة، فبالتالي كأني ما سمعتش حاجة من الصحافة وانا مكمل عادي. صامويل إيتو اللي جاب مدير فني تاني، يعني انت بتتكلم ان الكاميرون اصلا رايحة البطولة ومعاها 2 مديرين فنيين، فيعني دي جديدة، دي جديدة اول مرة نشوفها، ولكن هنشوف ايه اللي هيتم. فعشان كده بقول لك الامور في منتخب الكاميرون مش احسن حاجة، ولكن في مجموعتها تقدر ان هي تصعد تاني. ولو اني بشوف برضو ان اوباميانج عامل مع منتخب الجابون مستوى رائع جدا، بس بشوف ان هو مش هيبقى ليه حظ في الصعود من دور المجموعات، لا هو ولا منتخب موزمبيق اللي كان ليه الفضل في صعودنا السنة اللي فاتت من دور المجموعات. وطبعا كلنا فاكرين السيناريو. هنا عزيزي انا شرحت لك دور المجموعات وتفاصيل كل منتخب ومين اللي هيصعد، ولكن خلينا ننط لك على النهائي على طول علشان وقتك معايا، وان شاء الله لو لنا عمر مع البطولة هنغطيها كلها من اولها لاخرها. بسم الله الرحمن الرحيم. توقعي للبطل: لو مصر ما خدتش المركز الاول هتاخد المركز الثالث، لو المغرب وصلت للنهائي هتاخد البطولة. هم دول المنتخبين اللي انا برشحهم للبطولة، المغرب ومصر، وممكن تحط معاهم نيجيريا عشان نيجيريا جايه من بعيد ان هي عايزه تسترد حقها السنه اللي فاتت او النسخه اللي فاتت لما خسرت امام كوت ديفوار. فلو هنرتبهم هقول لك المغرب بصفته صاحب الارض ولكن بالخبرات والعقليه وصاحب الرقم القياسي والانجازات اقول لك المنتخب الوطني، واللي عائد للصقر هقول لك منتخب نيجيريا. كل التوفيق لمنتخب مصر طبعا. بلا شك
تمام، وباذن الله نقدر ان احنا نشوف بطوله قويه جدا على اراضي عربيه. انت اكتب لي في الكومنتات تتوقع مين البطل في النسخه دي. انا بقول لك مصر مش هتبقى وصيف، مصر يا البطل يا المركز الثالث، غير كده ما افتكرش ان مصر هتكون في مكان تاني. باذن الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، كل التوفيق لكابتن حسام حسن. البطوله هتبتدي النهارده باذن الله بمباراه المغرب، المباراه الافتتاحيه. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، اشوفكم على خير، هنغطي البطوله مع بعض. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.